الجيش المغربي يستعد لحرب مدمرة وينشر أسطولا جديدا من الأسلحة الثقيلة الفتاكة على طول الحدود الصحراوية المغربية، وبالخصوص دبابات أبرامز M1A2 المرعبة، وهي بمثابة رسالة حرب واضحة لأعداء الوحدة الترابية الذين يتربصون بالمغرب ليل نهار، ويحاولون بشتى وسائلهم الفاشلة تدمير المغرب اقتصاديا وداخليا. وهي صور حصرية للواء الدبابات الملكية المغربية الذي يضم عدة مجموعات منها دبابات أبرامز الجديدة M1A2، والتي هي على استعداد دائم لتولي أقوى المهام. نشر عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في الشؤون العسكرية صورا لأسطول من الدبابات الجديدة التي حصل عليها الجيش المغربي في الآونة الأخيرة، والتي تم نقلها مباشرة إلى الحدود في الصحراء المغربية، ما يؤكد تضاعف قوة الجيش الملكي المغربي. ويؤكد أيضا مقولة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة